اي جي سمارت. نتكلم النهارده عن حاجه مختلفه جدا، بعيد عن بقى موضوع ان احنا الوحدات وعدد الوحدات والدريسنج روم والكلام ده كله. معظم الوحدات اللي موجوده حاليا فيها كل تقريبا يعني قريبه من بعض، او يعني بيبقى في اختلافات بسيطه. انما عشان تكون المكتبه بتاعتك مميزه لازم يكون بتفكر في حاجه جديده، حاجه معظم المهندسين او المصممين بيدوروا عليها. خصوصا من فتره كبيره ناس كتير بدات تسال عن موضوع الشوب دروينج، وان هو السكتش اب مش بيوفر الحاجه دي، وان انت لازم تاخد البروجكت بتاعك بعد ما تخلصه لازم تاخده على الاوتوكاد عشان خاطر تعمل الكلام ده. فانا النهارده جاي اقول لك ان لا، الكلام ده خلاص مفيش كده. آه، مكتبه اي جي سمارت لايبرري خلاص يعني وصلنا لمرحله ان احنا بدانا بنطور ونشوف الناس محتاجه ايه ونزود. يعني احنا الحمد لله بفضل الله مش بنحاول نقلد ولا هنقول ان في ناس اخذت مننا افكار او الكلام ده، لا، بس دايما احنا بنحاول نسبق عشان خاطر نكون التميز عندنا او الجديد يكون عندنا. طيب النهارده لو انا بعد ما خلصت دريسنج زي ده بكل طبعا خدنا يعني في لايفات كتير او في فيديوهات كتير شرحنا ازاي بنعمل دريسنج بالشكل ده، والتقسيمات ولو عايز اعمل دولاب جرار والتقسيمات الداخليه ازاي بكل سهوله بنقدر ان احنا نتحكم فيها. آه، عايزين نشوف موضوع ازاي ان انا اقدر اطلع من آه، بروجكت زي ده شوب دروب. طيب ده الدريسنج بتاعي. هبدا ان انا اعمل سيلكت على كل البروجكت، وهاجي هنا هقول له بضغطه زرار بس هقول له انا عايز اعمل شوب دروب. طيب بيجي هنا بيسالني ان الشوب دروينج ده انت عايز تعمله فرونت ولا باك ولا رايت ولا ليفت ولا بوتوم ولا توب، قال لي اي فيو يعني. وهنا ان هنا بنحوله الى اوتوكاد 2 دي تكنيكال مود. طيب خلينا من غير ما نخش في تفاصيل كتير او نلعب في الموضوع، انا بس هقول له انا محتاج ان انا اعمل للفرونت كده، هو هقول له جنريت. قال لي خلاص انا عملت اللي انت قلت عليه، فاصبح عندي الشكل ده بتاع الدريسنج. آه، كانك رسمه بالظبط، كانك رسمه 2 دي على اوتوكاد. طيب ده كده انا اقدر اطلع منه مقاسات. هو يعني باي ديفولت حط الارتفاع 255. طبعا هقدر بعد كده ان انا استخدم الاداه. انا مش هقول لك بقى روح على اللاي اوت والاعدادات والكلام ده، لا، انا بس كل اللي هقول لك ان انت هتبدا تحط المقاسات. اهي دي واحده كده، لا المفروض ان هي واحده ضلفتين وضلفتين 220 اهي. دي واحده 220، وهنا الواحده الثانيه 220 كده. في الارتفاع من اول للاخر 240 سم اهو. الضلفه اللي فوق 59 ونص، والضلفه اللي تحت أهي. اعتقد يعني انت خلاص انت هتحط دايمنشنز بس. طيب هنفترض ان انا وانا في وضع ال 2 دي ده، يعني وانا في وضع ال 2 دي ده انا جيت اخترت الوحده بتاعتي وجيت هنا على طبعا احنا بنتكلم على منظومه متكامله من الاعدادات والسيستم كله بيكمل بعض. فانا دلوقتي دي الدريسنج ده انا عامله باداه الاي جي ووردروب ماجيك اللي هي دي. فحاجه هنا هقول له شيل لي مش محتاج الابواب دي، شيلها عشان يبين لي التفاصيل الداخليه بتاعه الدولاب. وهاجي هنا كمان اقول له شيل لي الابواب كده. اصبح دلوقتي عندي ده التقسيمات الداخليه بتاعت الابواب، برضو كاني راسمها 2 دي على اوتوكاد. يعني الموضوع انا اعتقد ان هو ده. انت مش محتاج حاجه اكتر من كده. يعني انت مش محتاج ان انت اداه هتساعدك اكتر من كده. حط كل الدايمنشن اللي انت عايزه، وتقدر ان انت تاخدها سكرين شوت، او تعمل من هنا فايل اكسبورت 2 دي، او تقول له لو انت عايز بقى تعمل يعني اكتر بروفيشنال. يعني انت مش هتحتاج من هنا غير ان انت تطلع. يعني انا لو قلت له كده وخدت دي الصوره دي كده اهي، دي الصوره بتاعتي، هقول له سيف از. بلاش كده، خليها سيف از بي دي اف. من هنا هاجي على الديسك توب، اعمل نيو فولدر، اقول له اوبن، اوبن، واقول له سيف. طيب هروح افتحها على الديسك توب. خلاص دي مش عايزها.
هاجي هنا على الديسكتوب اهي، من فولدر 2، هفتح الفايل بتاعي ده كده. لو انا اقدر ان انا اعدل عليه واضيف فيه كمان، يعني مش هاخد بقى دي، يعني مش هاخد الصوره دي بس، لا انا اقدر احط بقى كل الدايمنشن اللي انت محتاجه واشتغل على البي دي اف زي ما انت عايز. طيب ده اوبشن. الاوبشن الثاني اللي هو ان انا اقدر من هنا اخد الفيو ده زي ما هو كده. خليني اشيل الكلمه دي بحيث ان انا برضو اعرف اشتغل هناك. هقول له من هنا صدر لي على وديه لي لي اوت، هقول له يس. انا عايزك تشوف ككل في المجمل ايه اللي بيحصل وايه النتيجه اللي انت هتحصل عليها في الاخر. يعني انت مش هتقعد الموضوع مش مكعبل او مش مكلكع. بص انا مش عايز، يعني انت تشوف بنفسك ان انا بتكلم عليه ده حقيقي ولا لا. انت في ناس كتير ما كانتش مصدقه ان ممكن في حاجه زي كده تبقى موجوده في سكتش اب. هاجي هنا بس اعمل كده عشان اجيب اهو كده بس اهو. ده كده البروجكت بتاعي، اقدر اعدل بقى فيه كده. هيبقى الموضوع محتاج منك شويه بس ان انت تبقى آه، مش احتراف، ان انت تبقى عارف بس هتعمل ايه. اهو دي الورقه بتاعتي انا حاططها كده. بص بص انت ما بتعملش حاجه، يعني انت ما بتخترعش حاجه، انت كل اللي بتعمله اداه بس. طيب هاخد دي كوبي هنا اهي، وهاجي هنا هقول له انا عايز من التوب مثلا، عايز اشوف من التوب الوضع اهو. جاب لي التوب نفس الكلام. حاجه اخدها مثلا هنا. طبعا بقى نظم ورقتك انت زي ما انت عايز، حط الدايمنشن بتاعك اهو. تقدر من هنا دايمنشن هنا، دي كده 3 من 10 مللي، مش عارف اروح فين بس يعني ايه. هو ده اللي انت هتقدر تاخده من هنا. هدي كمان مره كده وانا اقول له انا عايز من هنا خدنا فرونت، قول مثلا عايز ليفت كده اهو. ده الليفت. ماستر فيكتور، حط برضه الدايمنشن بتاعك اهو كده، حط الدايمنشن عليه. مش عارف هستنى اشوف اقدر ان انا كمان اخد دي كده. واجي هنا اقول له آه، خدني ايه رايت مثلا. لا الرايت هيديني الحائط. طيب ممكن نعمل ايزو، ممكن نعمل ايزو عادي هنا اهي، حاجه زي كده. واقدر اعمل كمان 3 دي، اقدر اعمل الوضع اللي انا عايزه لو انا بعمل حاجه زي كده. انا اعتقد ان انت مش هتحتاج حاجه غير كده. يعني انت كشوب دروينج شكل بقى اللي اوت وشكل التقسيمه كل الكلام ده موجود هنا جاهز في الاوت. حاجه بعد كده هقول له فايل، من هنا فايل اكسبورت، وهقول له بي دي اف سيف. هات لي هنا ديسكتوب، ديسكتوب من فولدر 2 واحفظها لي معايا سيف. اقول له اكسبورت كده. طبعا واظبط بقى، بس يعني انا مش عايز الفيديو يطول، بس انا حبيت اوريك ان انت كده آه، الشوب دروينج كانه كانك عامله على الاوتوكاد بالظبط. في كمان في حاجات تانية تقدر تضيفها وتقدر تزودها. الموضوع كويس يعني. ميزه مهمه جدا في ايج سمارت لايبراري